أغرب رحلة في التاريخ. الطيران حوادثه وقصصه كتيرة، إنما طيارة تفضل في رحلة 37 سنة، الرحلة 914. لذا نرجو ربط الأحزمة. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. في رحلة طيران من نيويورك لميامي سنة 1955 تتحرك وفيها عدد ركاب 57 راكب، وطاقم الطيارة بالكباتن 4، يعني عدد ركاب الطيارة دي 61 شخص. وخلال الرحلة دي تختفي الطيارة من على الرادار الجوي، فتبدأ أبراج المراقبة تبعت لميامي عشان تتأكد من هبوط الطيارة. بان أمريكان ايرويز ومطار ميامي ينفي هبوط الطيارة دي عنده، فتبدأ عمليات البحث عنها في الجو. ربما تكون تاهت أو اتصدمت بحاجة فما لقوش أي نتيجة، وبعدين تخلص كل حلول التحقيق بأن الطيارة دي غرقت في البحر، لأن مفيش احتمال تاني منطقي أكتر من كده، وتصرف شركة الطيران تعويضات كبيرة لأهالي الضحايا، واللي المفروض إن الموضوع خلص لحد كده، بس هو لسه بيبدأ. سنة 1992 يلاحظ مراقب الملاحة الجوية خوان دي لاكورتي وهو بيراقب الرادار الجوي، فيلاقي نقطة سوداء ظهر عنده لطيارة بتبعت إشارة الطيار فيها بيقول احنا فين. اتصدم خوان دي لاكورتي، بس قبل ما يجاوب طلب منه يعرف نفسه، فيرد الطيار ويقول تفاصيل الطيارة اللي اختفت من 37 سنة. احنا طيارة بان أمريكان ايرويز المتجهة من نيويورك لميامي، وعددها 57 راكب، والطاقم خدت الطيارة الإذن بالهبوط. وخلال صدمة الطرفين سواء خوان أو الطيارة بكل اللي عليها، جت وحدة إنقاذ علشان تحاول تساعد الركاب من حالة الفزع اللي حصلت. ومرة واحدة الكابتن يقول محدش يقرب من الطيارة، احنا هنمشي. وفعلا تتحرك الطيارة ويقع منها ورقة بتاريخ سنة 1955 وتختفي مرة تانية، بس المرة دي تهبط في ميامي في رحلتها الأساسية. بس المفاجأة هنا إنه ركاب رجعوا بنفس السن، ما كبروش ولا سنة واحدة حتى من 37 سنة اختفاء، ومحدش فاكر حاجة ولا بيقولوا غير إنهم كانوا مسافرين من نيويورك لميامي. هو في إيه؟ دول سافروا في رحلة للزمن؟ ودي كانت واحدة من التوقعات أو المحاولات لفهم الرحلة الغريبة دي. للأسف شكلها حلو بس مش منطقية، وخصوصا حكاية السفر عبر الزمن. أنا حكيت عنها في فيديو تاني، ابقى روح شوف. قالك بس دول أكيد عدوا من على مثلث برمودا. منطقي اهو، بس لا برضو، لأن كل الرحلات اللي ارتبطت ببرمودا مرجعتش تاني. طب يكونوا خطفوهم الفضائيين؟ كل دي تساؤلات جت في دماغي ودماغ كل اللي سمع القصة دي. بس أنا مضطرة أقولك إن اللي ورا الرحلة 914 بالطريقة اللي حكيتها لك دي واللي اتحكت للعالم كله، جريدة تأسست سنة 1979 متعودة تنشر عن الأحداث الغريبة دي، وكمان اتشهرت بحكاياتها عن الفضائيين. بس في فريق بحث قرر يدور في طرف الخيط بتاع الجريدة. وليه بتنشر الحكايات دي كل كام سنة مع التغير في التواريخ؟ مرة سنة 1992 ومرة سنة 1990 ومرة سنة 1985. والجريدة دي مشهود ليها بعدم المصداقية. ومن أشهر الموضوعات اللي علت معاها الريتش وقتها هي الرحلة 914. فبقت كل كام سنة ترجع تنشر الرحلة دي من غير ما تراعي إن بيكون في اختلافات في التواريخ في كل عدد بينزل ليها، ده غير الصور اللي بتستخدمها اللي ملهاش علاقة بتفاصيل الحادثة أصلا. ورجعوا لسجلات شركة الطيران دي ما لقيوش أي تفاصيل عن طيارة اختفت في السنة دي ولا حتى الكام سنة لقدام. فالموضوع كله اللي بيعجب المشاهد كتر منه حتى لو بالكذب. بس احنا هنا مش هنعرض غير حقائق، وانت كمان هتشاركني رأيك في اللي بيحصل في السوشيال ميديا والإعلام علشان يرفع الريتش. وقولي رأيك في الكومنتات، ولو كنت على الفيسبوك اتأكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب اتأكد انك عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.